الجزائر كل قصبة عالية وراسها في السماء، بناتها كل وردة يعرفوا يزينوا الدار ويطيبوا أشهى ماكلة. أهلا بكم حباباتي خياتي في المطبخ الغليزاني. اليوم جبت لكم وصفة سهلة، أكلة صيفية بنينة، سموها الظلمة. الحوت على طريقتين. نبداو بالوصفة تاعنا. الأولى جبت لكم كيلو سردين، القليل من القزبر أو المعدنوس كما تحبي. جبت لكم وراها حبة بصل مقطعة تكون كبيرة، ومن بعد جبت لكم التوابل، مغرف صغيرة كركم، ومن بعد مغرف صغيرة كروية، كمون، سكسجبير وملح، وكذلك ما ننساش الفلفل الأحمر. ومن بعد جبت لكم الخبز المبشور، هذا هو سر البنة تاع الماكلة تاعنا اللي غادي نطيبوها اليوم. ومن بعد جبت لكم 2 حبات طماطم كبار مبشورين، هذا غادي نصنعوا به الصوص تاعنا. وهذا الحوت الزاوج، يعني طريقة ثانية. اليوم غادي تشوفوا 2 تاع الطرق للتطياب تاع الحوت. ومن بعد جبت لكم اكيد الثوم، اللي ما تحبش الثوم ما كان له تزيده، تحبوا تبشروه تحبوا ما تبشروش. ودروك ننتقلوا لطريقة التحضير. سيدتي جيبي هذاك اللي تطحني به الحوت، فرغي هذاك الحوت اللي وريته لك، هذاك الحوت المنكي والمغسول اكيد، حطيته في هذيك وين ما غادي نطحنه باه ما نغبنش. ومن بعد زدت فوقها حبة تاع البصل المقطع، نزيدها بشوية عليا كما راك تشوفي. ومن بعد زدت القزبر، او بغيتي نتيا ديري المعدنوس كما تحبي، زدتو ثاني غير بشويه. وزدت التوابل التوعي، زدت كاع هذوك التوابل اللي راكي تشوفي فيهم كما راكي تشوفي. ومن بعد زدت هنا الثوم. اللي تحب تحطه حبات تحطه حبات، اكيد غادي ينطحن. واللي تحب ديره مبشور تبشريه يا لالا وتحطيه وتطحنيه اكيد. واللي ما تحبش الثوم، الاذواق تختلف، اقلعي كاع الثوم، اكيد غادي يخرج الحوت كما راكي حاباتو تيا. غادي نسقمه هنا نقاده غايه الغايه، ومن بعد نغطيه ونجيب هذيك الغطاء تاعه ونحشيه في الكهرباء باه نبدا في عمليه الطحن. ونبدا نمزج في المكونات. هذه هو الشكل بعد ما امزج المكونات من خلال الطحن وطحنته غاية الغاية. هنا مورا ما كملت الطحين تاعي غادي نزيد 2 مغارف تاع الخبز مبشور، يكون مطحون غاية الغاية، ونبدا نستخدم اليدين نلمه غاية الغاية وندخل صبعتين مليح بحيث اني نخلي الخبز المبشور تاعي يدخل بين هذوك المكونات. جمعيه غاية الغاية حتى تحسيه باللي دخلوا في بعضهم البعض. وبعد نجيب من الجهة الأخرى هذاك الطبق تاعي نحط فيه الخبز المبشور تاعي، ونجيب داك الخليط ونبدأ نشكل فيه كريات ونحطه فوق هذاك الخبز. بعد ما نحطه في هذاك الخبز كما راكي تشوفي، اكيد هذاك الخبز غادي رمده فيه باه ما يلصقليش، واكيد باه يتجمع الفتات غايه الغايه وما يتفتتليش في المقله. نجيب مقله على نار هادئه يكون فيها الزيت سخون باه ما تنحرقناش، اكدولي على النار الهاديه كي يكون الزيت سخون. نحط الحوت تاعي المكور اللي سقمته وقاديته، نحطه وحده ماشي وحده فوق وحده ما تخرج لناش غايه الغايه باه ما يتلاصقوش. وكما راكم تشوفوا راني نسقم فيه حبه مورا اختها.
وهاني نقلب فيه، قلبيه غير بشويه حتى كيما راكم تشوفوا تحت هنا بدات تبان الحموريه تاعه. كي تشوفي الحموريه بدا يقلبي فيه، لانه الا ما كانش الحموريه من تحت غادي كي تبداي تقلبي فيه غادي يبدا يتفتت. وهذه هنايا كملته. من بعد شفتوا هذاك الزيت اللي قليت فيه، زدت فوقه زوج تاع هذوك الطوماطيس المبشوره، ولو خليتها تطبخ. انا دروك انايا بين نصنع لاصوص تاع الطوماطيس اللي غادي نحط فيها هذا الحوت. زدت فوقها التوابل يكونوا نفس التوابل اللي حطيتهم في الحوت تاعي. وبعد زدت يا معدنوس، تحبي ديري معدنوس ولا تحبي تحطي قزبر. بعد بديت نحرك في الخليط تاعي كيما راكي تشوفي، واكدي لي تكون النار هادئه باهي طيب المرق، طيب لاصوص تاعنا حبه على حبه وفي غرتها. وبعد كيما راكي تشوفي هنايا جبت انايا كاس تاع ماء، وبديت نحرك فيها. حطيت الحوت تاعي اللي كورته هادوك وحطيتهم في لاصوص تاع الطوماطيس. اللي ما تحبش ريحه الطوماطيس ولا هذه لاصوص تاعها غادي يدرك هذيك الريحه شويه، بالتالي تولي تحب الحوت. والوليدات تاني رانا نشوفوا فيهم بلي ماهمش يحبوا الحوت، كي رانا نديروا لهم هادو ان شاء الله بربي يولوا يحبوه. هذه الاكله سموها الدولمه، ونخليها تطبخ ونغطيها ونخليها طيب على مهلها. ومن بعد هنايا ننتقل للطريقه الزوجه اللي حكيت لكم عليها. نجيب هذوك الحوتات بعد ما رمتهم في الخبز وقليتهم. ومن بعد كما راكم تشوفوا هذا تاني بعد الطبخ، هذيك اللي غطيتها هذا هو الشكل النهائي تاعها. وهذا هو الفطور تاعنا كما راكم تشوفوا، فطور بسيط مع شويه تاع خبز وسلطه. فرحي بها وليداتك وعائلتك وما يكون غير خير ان شاء الله. والان شهيه طيبه، تفطروا بصحتكم ومع السلامه.